المصريين هم حيوية مهمة. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تحس ان احنا في فيلم روسي قديم. انا دخلت والناس اللي معايا في الرحلة لسه ما دخلوش. اكبر انجاز عملته السنة دي ان انا عرفت ادخل من وسط الزحمة دي. اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. انا معاكم النهارده من العاصمه الروسيه موسكو، تحديدا انا في قلب العاصمه في الساحه الحمراء، عشان نعيش مع بعض النهارده اجمل ايام السنه واجواء راس السنه. راس السنة ده من أهم الأعياد في روسيا. العيد ده بيستناه كل الناس، الصغير والكبير، وبيبقى عندنا هنا أجازة مدة 9 أيام، من يوم 1 يناير لحد يوم 9، وبنرجع الشغل يوم 10 يناير. هنا في شركات كتيرة بتبيع حلويات وهدايا وأكل وقهوة. الحاجات دي بتبقى موجودة بس في وقت رأس السنة، لكن في الأيام العادية الحاجات دي مش بتبقى موجودة. الراجل الكبير بيحوش التلج من على اللعبة. هنا في منطقة عاملينها زي فوتو زون، الناس بتقعد على العربية دي وبيتصوروا مع بابا نويل سنيجورشكا. ايوه، عندنا هنا في روسيا ديد مروز اسمه بابا نويل، هنا اسمه ديد مروز، ومعاه حفيدته سنيجورشكا. في ناس بتيجي هنا وبتستخدم الشاكوش ده وبيدقوا على القطعة الحديد اللي في النص دي، وفي الآخر بتطلع معاهم عملة معدنية. One in center. Ready? Внимание! И давай, давай, поднимай. Ну, и оп. Отлично. Нет, поменялись. One more. أعداد الناس كتيرة خالص، جايين من مدن كتيرة من روسيا تحديدا في الوقت ده عشان يشوفوا الأجواء ورأس السنة في الساحة الحمراء في موسكو. أي حد عايز يحس بروح الميلاد وبرأس السنة أنصحه جدا إن هو يجي روسيا في وقت رأس السنة، لأن الأجواء هنا فعلا خرافية. السنة دي عاملين فعلا أجواء جميلة جدا، كل سنة بيبقى فيه تطوير عن السنة اللي قبلها. الروسيين بيتفائلوا جدا بنزول التلج في رأس السنة. السنة اللي فاتت كان في تلج قليل، ما كانوش مبسوطين. السنة دي في تلج كتير، عمرو مش مبسوط. الدنيا زحاليق خالص، الدنيا زحمة خالص.
اغرب حاجه ممكن تلاقيها في السوبر ماركت في روسيا لحم الدبدوب. فاي حد عايز يعمل كفته او فتة دبدوب يكلمني. وصلنا دلوقتي لمكان اسمه كريملين ازمايلكا. المكان ده تقدروا تشتروا منه الهدايا والسوفونير الروسية، وكمان الهدوم الشتوي بأسعار بتبقى رخيصة، وكمان بيبقى فيه انتيكات وحاجات نادرة ممكن تلاقوها هنا. دي الماتريوشكا، دي أهم هدية سوفونير لازم تجيبها معاك وانت راجع من روسيا. ده مكان بيبيع الجوانتيات والطواقي الصوف. ده مكان بيبيع الملابس الروسية بتاعت زمان التقليدية، الطواقي بتاعت الجيش الروسي في الوقت الحرب العالمية الثانية. دي شوية شخصيات كرتونية كانت في وقت الاتحاد السوفيتي. دي شوية حلويات وكعك الروسي. وده أنا يا جماعة، مساء الخير، عاملين ايه؟ Это же не в каждой. المكان ده حرفيا بيفكرني بالاجواء بتاعت شارع المعز وخان الخليلي في مصر، هو بس ناقص اغاني ام كلثوم. اللي انا واقف قدامه ده متحف للفودكا، مكتوب موزي فودكي. الواحد حاسس ان احنا في فيلم روسي قديم. دي الكنيسة يا جماعة، شوفوا جميلة ازاي. جات الفقرة اللي انا اكتر فقرة بحبها، الاكتر فقرة بستناها، هي فقرة الاكل. اتفضلوا معانا. هطلع انا دلوقتي على شارع ارباط القديم. هناك في لعبة جميلة قوي عبارة عن ميزان انت بتقف عليه وبيشوفوا وزنك قد ايه بالبرتقال. يعني انت بتقف وبيكتب لك على الشاشة انت كام برتقانة. تعالوا نروح ونشوف المكان ده، جميل قوي، هيعجبكم. ومن هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتكتب لنا تعليق. كل سنة وانتم طيبين. خليكم معانا دايما في القناة، استنونا في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.